الإنسان ذلك المخلوق الذي يتميز بالعقل والمشاعر، والذي وصل إلى الفضاء، والذي تميز عن باقي المخلوقات بما توصل إليه عقله. لكن بعض البشر يمثلون نقطة سوداء في تاريخ الإنسانية، خاصة إذا كان ما فعلوه يتعلق بجريمة ضد الأطفال. وماذا لو عرفتم أن هؤلاء الأطفال من صلبهم؟ جريمة اليوم ليس فيها دماء ولا أسلحة ولا أي شيء، بل مجرد العزلة فقط، لكنها اعتبرت أسوأ الجرائم التي ارتكبت ضد براءة الأطفال، وتركت جراحا لا تشفى ومضاعفات لا علاج لها مدى الحياة. قصتنا اليوم عن فتاة صغيرة تعتبر أتعس طفلة في العالم كما وصفها العلماء، وحتى العلماء أنفسهم تخلوا عنها عندما لم تعد عينة مهمة لتجاربهم ودراستهم. فلنتعرف اليوم إلى قصة جيني. كان كلارك وايلي يعيش مع زوجته إيرين في لوس أنجلوس كاليفورنيا. كان كلارك رجلا عنيف وذا طباع غريبة الأطوار، فقد كانت طفولته سيئة جدا ومضطربة، فوالدته كانت تعمل بالدعارة، وعاش هو معها متنقلا بين هذه البيوت، وكبر في هذا المحيط الفاسد. ثم توفيت والدته بعد أن دهسها سائق مخمور، فأثر فقدان والدته في الحادث في شخصيته، وزاد من انطوائه وعنفه تجاه المجتمع. وعندما كبر اشتغل ميكانيكي، وتعرف على إيرين وتزوجها، وكانت في ال20 من عمرها، وقد عانت هي الأخرى من مشاكل نفسية بعد تعرضها لحادث أليم في صغرها أفقدها أغلب بصرها. عاش كلارك وإيرين حياة تعيسة وعنيفة، فكلارك كان دائم التعنيف لزوجته، وكان يكره الضجيج والصراخ وكل الأصوات، ولم يحب الأطفال مطلقا، فهم مصدر كل الأصوات المزعجة. رغم هذا فقد حملت زوجته إيرين بطفلتها الأولى، وبسبب بكاء الطفلة وصراخها مثل كل الأطفال قام بتركها في المرآب حتى تجمدت وماتت. أما ابنه الثاني وكان صبيا فقد توفي بعيب خلقي. ومن غير المعلوم كيف نجا كلارك من المساءلة القانونية بسبب وفاة ابنته الأولى، ثم أنجبت زوجته ابنهم الثالث وبقى حيا رغم تعنيف والده له باستمرار وضربه والصراخ عليه. وأخيرا ولدت زوجته ابنته الأخيرة سوزان، والتي ستكون أسوأ كوابيسها أنها ولدت في هذا المنزل، والتي ستسمى بعد ذلك جيني. في 18 إبريل سنة 1957 ولدت سوزان في لوس أنجلوس بكاليفورنيا. في بداية الأمر كانت الأمور عادية، لكن في شهرها ال20 بدأت الأمور تتغير، حيث قام والدها بمنع اتصالها بأي شخص حتى مع أمها وأخيها، وبدأ يربطها إلى سريرها وتركها وحيدة في الظلام داخل غرفتها، ومنع عنها حتى أشعة الشمس. وكانت كلما بدأت بالبكاء يبدأ بالصراخ عليها وتعنيفها، وكلما كبرت كان يزداد تعنيفه لها وواصل ربطها في سريرها وتقييد يدها ورجليها. فلم تتعلم المشي مثل باقي الأطفال، وحتى الطعام كان يقدم لها بكميات قليلة جدا، فأصيبت بسوء التغذية الحاد وهزل جسدها. لم تتعلم سوزان الكلام لأنها لم تتواصل مع أي شخص سوى والدها، والذي يستمر بضربها كلما أصدر الصوت، وأحيانا كان يستعمل لوح خشبي ويضربها به حتى يتحول لون جلدها إلى الأزرق. كل هذا وأمها وأخوها يعيشان معها في نفس المنزل، ورغم أنهما يتعرضان للعنف أيضا إلا أنهما لم يتحركوا حتى لمساعدة سوزان. عندما كبر أخ سوزان هرب من المنزل ليتخلص من عنف أبيه، وبقيت سوزان تصارع مصيرها لوحدها. استمر والدها بتقييدها ليل نهار إلى الكرسي في غرفة مظلمة، واستمر بالصراخ عليها وضربها وتخويفها بتقليد صوت الكلاب. اعتقد كلارك والد سوزان أن ابنته مريضة عقليا فلا داعي لإخراجها إلى المجتمع، فهي لن تحتاجه، وتارة يقول أنه يريد حمايتها من شياطين العالم الخارجي. استمرت معاناة سوزان لمدة 13 سنة من العنف والضرب وقلة الطعام والضوء، حتى إنها كانت في هذا السن ما زالت ترتدي الحفاضات، فهي لم تكتسب أي مهارة مثل باقي البشر، فلم تتعلم الكلام ولا المشي ولا التواصل ولا التفكير ولا حتى كيفية تنظيف نفسها. في يوم 4 سبتمبر سنة 1970 هربت والدة سوزان من المنزل بعد تعنيف زوجها لها، واصطحبت معها سوزان واتجهت إلى مكتب رعاية المكفوفين لطلب المساعدة والحماية من زوجها، والذي يقوم بتعنيفها منذ سنوات، لكنها أخطأت العنوان كونها كانت عمياء، فدخلت بدل ذلك إلى مركز الرعاية الاجتماعية. وهناك لاحظت الموظفة في المكتب حال سوزان وأثارت انتباهها، واندهشت عندما عرفت أنها في 13 من العمر، فقد ظنت أنها في 7 فقط، فحالتها كانت مزرية، كانت تقفز كالأرنب ولا تمشي كالبشر، وكانت شاحبة وضعيفة جدا، وتعابير وجهها وكأنها مريضة عقليا. هنا قامت الموظفة بإبلاغ السلطات بقضية جيني ليبدأ التحقيق في هذه الجريمة. تم اقتياد والد سوزان إلى السجن، وأثناء التحقيق صرحت والدتها أنها لم تستطع منع العنف ضد ابنتها لأنها معنفة أيضا،
ولأنها عمياء، أما والدها فقد انتحر قبل نطق الحكم عليه. تاركا ملاحظة مكتوبة هي: العالم لن يفهم. تم إطلاق سراح والدتها، أما سوزان فقد تم إرسالها إلى مشفى للأطفال لتلقي العلاج. في البداية ظن موظف الرعاية الاجتماعية أن سوزان مصابة بالتوحد، لكن فيما بعد أدركوا أن حالة سوزان أعقد من ذلك بكثير، وتم تمويل فريق خاص من الأطباء النفسيين وعلماء اللغة والأطباء لدراسة حالة سوزان، فتم علاجها من سوء التغذية. أما من حيث قدرتها على الكلام والتواصل فقد اكتشفوا أن جيني تقول كلمات قليلة جدا وغير مترابطة المعاني وغير متناسقة، مثل ضرب، أبي، خوف، وكلمات أخرى غير مفهومة. إلى هنا تكون قصتنا انتهت. أتمنى لو عجبتك القصة تدعمني بلايك واشتراك القناة عشان أقدر أستمر في القناة وأنزل قصص جديدة. فعلوا زر الجرس واشتركوا في القناة. بس كده، أشوفكم على خير. سلام عليكم.